ما رايكم في تصريحات الكابتن حسام حسن اللي هزت كوكب الارض ومصر، واللي بيها الراجل ميكالي وصل له الموضوع هناك وراح كاتب بيان طويل عريض قال فيه كلام كتير. بص قد كده كل ده كلام اهو. قال لك ان الكفاءه اهم من الجنسيه، قال من الجميل دائما ان يتم ذكرك حتى ولم يكن السياق دقيقا. وقال ان التصريحات اللي قالها الكابتن حسام حسن فكرتني بمسيرتي المهنيه وبالعمل الذي يبرر قيمه خبرتي المهنيه. قال كان لي الشرف ان انا ابقى اول متوج بالاولمبياد مع منتخب البرازيل، وساهم في كذا وكذا وكذا، وقدمت كذا وكذا، ودربت انديه عملاقه زي كذا وكذا. وقال وصلت مع مصر لنهائي افريقيا الصعبه للشباب، وامتدت المباراه لوقت اضافي ضد خصم قوي لعب على ارضه ونحن ب10 لاعبين. قال في الاولمبياد ان احنا تغلبنا على اسبانيا اللي فازت فيما بعد بالميداليه الذهبيه، وحصلنا على المركز الرابع، وتم تصعيد 8 لاعبين من ذلك المنتخب الى المنتخب الاول. وقال انه كابتن حسام حسن قام بتصعيد محمد شحاته ومحمود صابر واسامه فيصل المنتخب الاول، لكن من وجهه نظر الراجل ميكالي قال انا كمدرب شايف ان هم استحقوا مكانهم وادائهم الثابت ده ظهر مع المنتخب الاولمبي. قال فيما يتعلق بالتصريحات حوالين المدربين الاجانب اللي بيدربوا المنتخبات الوطنيه، قال انا بختلف مع الراي ده وبكل احترام. الكفاءة هي الأهم وليست الجنسية. أنشيلوتي يقود البرازيل وتخل مع انجلترا، وبوتشيتينيو مع أمريكا، والعديد من الأمثلة وما إلى ذلك. قال لك بالنسبة لراتبي هذا يتماشى مع كفاءتي وسيرتي. في النهاية يمكن اعتبار ذكر اسمي من قبل زميلي حسام حسن بمثابة تقدير للعمل الذي أنجزه.